مدرب ايران المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بالمناسبه قبل قليل لوبتيجي قال لك يا جمال بان المنتخب الايراني تاهل بدون ان يقبل اهداف في مرمى. الحقيقه قبل هدفين في اخر مباراه عندما تعادلت سوريا معه في طهران بهدفين. اليك جمال جبل. نعم بالفعل، وكادت سوريا لو سجلت الهدف الثالث ان تتاهل. طبعا مباراه تاريخيه بالنسبه للمنتخب السوري. كيف ما هو تقييمك للكرة المدرب كمدرب البرتغال الإيراني؟ كل المجموعات هي صعبة بالنسبة للمنتخب الإيراني، ولكن هذه المجموعة بالتحديد هي مجموعة خاصة بالنسبة لي، لأنني سأواجه منتخب البرتغال ومنتخب إسبانيا، وهما منتخبان كان لهم أهمية خاصة في مسيرتي كمدرب. أنت تعرف جيدا منتخب البرتغال بلدك وبطل أوروبا، وتعرف أيضا منتخب إسبانيا الذي كان بطل العالم وبطل أوروبا، ومنتخب المغرب بالتأكيد هو منتخب لديه منتخب أداء رائع، أقصى منتخب ساحل العاج، لم يخسروا أي مباريات، لم يستقبلوا أهداف. أظن أنها ستكون مباريات في غاية الصعوبة. منتخب إيران يبدو أنه المنتخب الأقل حظوظا في هذه المجموعة. علينا أن نحاول أن نؤدي وأن نظهر أفضل ما لدينا. نحن سنذهب إلى هذه البطولة من أجل التنافس وسنضع كل ما لدينا على أرضية الميدان. حظا وفيرا. إذن نعود إليك بعد هذه المقابلة مع كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران. نعم.